يا أهلا بالجميع. فيديو النهاردة هو فيديو مشترياتي من أمازون، وفي 5 منتجات مهمة جدا اشتريتها مؤخرا. المنتجات دي متنوعة جدا، وكل منتج هقول لكم رأيي الصادق فيه، وهعرفكم تقييمي بعد ما استخدمته. يلا بينا نبدأ ونشوف أول منتج. أول منتج هو حامل احترافي، يستاهل بصراحة 5 نجوم. قوي وثابت جدا، وبيطول لحد 1.600 سنتي، وعشان تصوري وانتي واقفة، والأهم انه معاه الريموت بتاعه عشان تاخدي السيلفي من بعيد، وده استثمار أساسي في أي فيديو. المنتج التاني شاشة من MSI. الشاشة بصراحة كويسة، الصورة والألوان وحجمها مناسب على المكتب، لكن المشكلة الكبيرة اللي نزلت تقييمي للشاشة ل3 نجوم هي إنها مفيهاش سماعات داخلية، وبتضطر تشتري سماعات خارجية، يعني هتدفعي أكتر علشان تجيبي سماعات للشاشة، فهي 3 نجوم. المنتج التالت ريموت كنترول، لونه أصفر، ولونه طبعا زاهم عشان ما يضيعش، بيشتغل على رسيفرات كتير. تقييمي 3 نجوم، لان الخامة بتاعته غريبة بصراحة، ما حسستنيش انه فعلا انه ضد الكسر زي ما هو مكتوب في الوصف. انا اشتريته كبديل، لكن مش واثقة في متانته. المنتج الرابع كان لابتوب. هو كان لابتوب من لينوفو، سريع وعملي، وبيخلص المهام اليومية لو ميزانيتك محدودة. علشان كده انا اديته 3 نجوم. لكن العيوب اللي نزلت التقييم هي ان الشاشة مش عالية قوي، والخامة بتاعة البلاستيك خفيفة، وده بيخليه محتاج عناية وممكن يتكسر لو وقع بسهولة يعني. المنتج الخامس والأخير أو مسك الختام، طبعا أحلى ختام الصابون المغربي ده، أخد مني 5 نجوم. تحفة، ريحته منعشة جدا، وبينضف البشرة بعمق، وفي عقر الفاسي، بيدي نضارة فورية لو بتدوري على صابون طبيعي ممتاز، فهو ده الاختيار الأكيد. تحفة تحفة تحفة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو مشتريات أمازون، وراجعنا مع بعض ال5 منتجات، تقييمي الصادق لكل واحد فيهم. قولولي في التعليقات ايه اكتر منتج في ال5 كان تقييمه مفاجأة بالنسبة ليكم، وايه المنتج اللي جربتوه قبل كده. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا من رأيي، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول بأول. أشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.